وقبل ما ابدا الفيديو عايزه اقول لكم ان انا حقيقي بشفق عليكم جدا، يعني بتصعبوا عليا. انا واحده من الناس لما بفكر 10 دقايق على بعض بحس ان انا اجهدت، دماغي وجعتني بقى وصدعت وحاسه ان انا تعبت خلاص، مش قادره، مش عايزه افكر تاني. بدور على اي حاجه تانية اعملها عشان تلهيني عشان ما افكرش. فانا بحس ان دي نعمه، قله التفكير نعمه. اي نعم، التفكير الكتير بيبقى مهم في اوقات لما نيجي نحسم قرارات، لما يبقى عندنا مشكله عشان نعرف نلاقي لها حل. لكن لما يبقى شخص بيفكر حتى وهو نايم، بيفكر وهو في الحمام، بيفكر في كل تفصيلة وفي كل وقت في حياته، فعلا فعلا حاجة مرهقة. خليني أبدأ الفيديو بأول برج وأكتر برج بيعاني من التفكير طول الوقت وبيعاني من الأوفر ثينكينج، وهو برج العذراء. برج العذراء زي ما قلنا هو برج ترابي، بيفكر 24 ساعة، بيفكر في كل تفصيلة حصلت أو هتحصل. يعني مش بس بيفكر في الحاجات اللي بتحصل، النهارده حصل موقف هفكر فيه، امبارح حصل حاجه شغلاني فهفكر فيها، لا هو بيفكر في المستقبل، في اللي جاي، في احتمالات اللي ممكن تحصل. قد ايه الموضوع صعب، ربنا يكون في عونك يا عذراء بجد. فكرة ان انا اقعد افكر في تفاصيل المستقبل وتفاصيل الماضي وتفاصيل الحاضر ويا ريت بس الحاجات اللي تخصني انا لوحدي، انا بفكر في الحاجات اللي تخص الكوكب كله. ليه جلد ذات طول الوقت، جلد ذات. بعد كده من الابراج برضو اللي بتفكر وبتعاني من كتر التفكير وما بتعرفش تنام، برج العقرب. من اكتر الابراج اللي بتفكر بجد في كل التفاصيل، حلوة او وحشة بيفكر بس هو عايش عشان يفكر بقى ويحلل ويشوف ده عمل ايه ليه، والتفصيلة دي كان قصده بيها ايه، ولما تصرف التصرف الفلاني كان يقصد ايه، وطب لو عمل كده ايه اللي هيحصل، ولو عمل كده ايه اللي هيحصل. طول الوقت تفكير. برج العقرب عنده مأساة التفكير، بيفكر في احتمال A واحتمال B واحتمال C لكل سيناريو في حياته. انتوا متخيلين التعب، متخيلين الارهاق. بعد كده من الابراج برضو اللي بتفكر كتير قوي، برج الدلو. برج الدلو لان هو اوريدي عنده حاسه سادسه كده، ودايما عنده احساس بكل الحاجات اللي بتحصل. بس هو كمان بيفكر كتير قوي، يعني هو بيحس وبيفكر الاتنين. بيحس بالحاجات قبل ما تحصل، وبيفكر لما تحصل هيعمل ايه، او الناس هتعمل ايه، او لما الموقف ده يحصل هنتصرف ازاي، طب وبعد كده هنعمل ايه، طب وقبل كده هنعمل ايه، ومين فين، كل التفاصيل بيفكر فيها. هو ذكي جدا، لماح جدا، بياخد باله من كل حاجة في الحياة، من كل تفاصيل. مع انه برج هوائي بس، ومعروف عن الابراج الهوائيه انها بتحب تكبر دماغها وبتحب ما تشغلش بالها قوي، بتحب يعني مزاجها وانبساطها وروقانها عندها اهم. لكن برج الدلو لا، برج الدلو يبان عليه هادي كده ومش في دماغه ومكبر دماغه، بس هو من جوه كل التفاصيل، بصوا عامله زي البازل، كل حاجه فوق بعض جواه. الموضوع فعلا مرهق عليه جدا. فكره ان هو يبقى بيفكر في كل حاجه، ماضي ومستقبل. لا هو بيفكر، هو عايش عشان يفكر. يعني هو لو ما فكرش ممكن يحس انه في حاجه غريبه. يعني الاوقات اللي ما بيفكرش فيها دي اوقات فعلا نادره ومقدسه، اللي هو لما يبقى مثلا مع حد بيحبه قوي فصل شويه من التفكير، جاي وجاله غيبوبه ونام، يعني رجع من بره تعبان فجاله غيبوبه ونام ففصل كده. يعني حالات قليله قوي اللي فيها الدلو ما بيفكرش. ودايما دايما دايما معظم الحاجات اللي بيفكر فيها او الحاجات اللي بيتوقعها بتطلع صح، فخد منه النصيحه وانت مطمن. بعد كده من الابراج برضو اللي بتعاني جدا من الاوفر ثينكينج، الحوت لانه برج عاطفي، يعني العاطفه عنده مهمه جدا، فبيفكر باحساسه. يعني معظم الناس بتفكر بعقلها، يعني بمخها، بتميل اكتر لعقلها. الحوت بيفكر بمشاعره، بيفكر بقلبه على عكس كل الناس. يعني بيقعد يفكر في مشاعره وفي احاسيسه، الشخص ده خلاه يحس ايه والشخص ده خلاه يحس ايه. بيقعد بقى يحط التفاصيل فوق بعض. يعني شخص عمل معاه موقف كويس فيفضل يفتكر له كل المواقف الكويسة اللي في الحياة. شخص ضايقه بموقف فيقعد يفكر هو ليه ضايقه، كان يقصد ايه من الموقف ده وعمل ايه. داخل مشروع جديد، 6 سنين تفكير بقى، 6 سنين تفكير عشان داخل حاجة جديدة، عشان ياخد قرار محتاج بجد بجد بجد، محتاج هو قراراته كلها كده، تفكير 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 تفكير، واحتمال في الاخر اخد قرار، مش عارف.
ابراج تاني بتفكر كتير وبرضو ما يبانش عليها برج الاسد. برج الاسد بيفكر من جوه، يعني ما يبانش عليه خالص ان هو من الناس اللي ممكن تفكر ممكن تشغل بالها، بس هو بيفكر من جوه. يعني هو هتلاقيه مثلا قاعد معاك عامل كده بالظبط، انت فاكر ان هو معاك، لكن هو في الحقيقه دماغه بتبقى في كوكب تاني، بيبقى واخد باله من كل تفصيله بتحصل قدامه. يعني كل حاجه بتحصل، لو انت فاكر ان هو مثلا سرحان مش واخد باله انت عملت ايه او اتصرفت ازاي، مش الاسد. الاسد بيبقى قاعد هو كانه مش واخد باله بالظبط، عامل عبيط، لكن في الحقيقه كل تفصيله وكل موقف بيحصل حواليه هو واخد باله منه كويس قوي. حتى لو كانت دماغه مش معاك، ما هو عينه شايفه، هو ساكت وقاعد هادي، بس هو تمام، هو كل حاجه بتتخزن عنده في الذاكره. يسترجعها امتى؟ يسترجعها يوم ما تفكر تحور عليه، تفكر تيجي عليه، تفكر تغلطه، تفكر تكذبه، تفكر اي حاجه في الحياه، اي موقف يحتاج فيه يسترجع لك بقى كل تاريخك، هتلاقيه بيجيبهولك حتى لو انت ما كنتش تتخيل انه اساسا خد باله. اعتقد دي اكتر ابراج بتفكر كتير قوي. زي ما قلت لكم الحمل، انا ازاي نسيت الحمل؟ ازاي نسيت اتكلم عن الحمل؟ الحمل ده الحمل ده نجم مصر في التفكير. الحمل بيفكر بشكل مش طبيعي، بس الحمل عنده مشكلة ان هو وهو بيفكر بيبقى في 75% من الاحيان بيتوقع السيناريوهات الاسوأ. يعني بيتوقع مثلا فلان هيسيبني، هو في علاقة وبتاع، بيقعد يفكر في كل التفاصيل ويفضل يتوقع worst case سيناريو. ليه بقى بيعمل كده؟ عشان لما يحصل اي حاجة غير السيناريو الوحش جدا اللي هو توقعه ده، يبقى مبسوط ومرتاح، حتى لو كان السيناريو وحش، بس لان هو هيئ نفسه لاوحش حاجة في الحياة، فاي حاجة هتيجي بعد كده تبقى كويسة وهترضيه، ما عندوش مشكلة. فدي مشكلة كبيرة جدا مع برج الحمل. برج الحمل نار نار، ذكي جدا. برج الحمل مش من النوع اللي ممكن ينسى حاجة، كل التفاصيل بيبقى فاكرها باليوم والتاريخ والساعة، كل حاجة فاكرها. اللي زي برج الحمل برضو برج السرطان. السرطان من النوع اللي فعلا فعلا فعلا، انت لو في يوم من 6 سنين قلت له كلمة وانت بتتكلموا في التليفون وضايقته، هيفضل فاكرها. وفي نفس الوقت لو قلت له حاجة من نفس ال6 سنين بسطته، هيفضل فاكرها. السرطان بيفتكر كل حاجة، كل حاجة عنده بتبقى ديتد بالتواريخ، باليوم، بالساعة، انت كنت لابس ايه. يعني هو ممكن يقولك فاكر يوم 1/12 سنة مش عارف 1998 لما قلت لك كذا ورديت عليا قلت لي كذا. انتوا متخيلين لما تبقى دماغ بني ادم متخزن فيها كل كلمة وكل حرف وتاريخ على مدار حياته؟ متخيلين ممكن يبقى دماغه عاملة ازاي او بيعاني ازاي؟ متخيلين بني ادم زي ده ممكن يعرف ينام اساسا؟ هيغمض عينه ويلاقي كل المشاهد بتتكرر كده بتترص قدامه. يعني ربنا يكون في عونك، ربنا يكون في عونك بجد بجد. موضوع صعب قوي. بحمد ربنا على اني برج هوائي بيحب يكبر دماغه وبيطريها جدا. وحاولوا يعني اللي عنده موضوع الاوفر ثينكينج ده، لان الموضوع فعلا مرهق. يعني الموضوع انت يعني ممكن يجرى لكم حاجه بجد بعد الشر، بس الموضوع فعلا مرهق من كتر التفكير. قله النوم، هتلاقوا نفسكم بتعانوا من قله نوم. حتى لما بتناموا، فكره ان انتوا نايمين ودماغكم شغاله، الموضوع قد ايه مرهق. حاولوا قبل ما تناموا مثلا تشربوا حاجات تهديكوا، شاي اخضر، نعناع، الحاجات اللي هي بتخلي الواحد يعمل ريلاكسيشن كده. مجهود، اعملوا مجهود خلال اليوم بحيث ان انتوا لما تيجوا تناموا على طول ما تفكروش كتير. بس دوروا على في طرق كتير قوي تخليكم تتجنبوا التفكير الكتير والاوفر ثينكينج ده، لانه فعلا مرهق. عارفين لما يبقى حد هو بيجهد كل خلية وكل ذرة في مخه طول الوقت؟ متخيلين ده على اللونج ران قد ايه متعب؟ فكرة ان انت تبقى قاعد مع حد وانت دماغك اساسا في حتة تانية عمال بتفكر وسرحان. فكرة ان انت مثلا لو في حاجة مضايقاك مهما خرجت خروجات الدنيا، تفضل الحاجة اللي مضايقاك في دماغك وبتفكر فيها، حتى لو حواليك حفلة وفرح واصحابك وكل الناس، بس في حاجة مضايقاك فتفضل كل الناس تشوفك مكتئب من كتر ما انت مش عارف تسكيب، مش عارف تطلعها من دماغك.
فحاول تمرن عقلك وتمرن نفسك وتعود نفسك على انك ما تفكرش كتير قوي كده، وتريح نفسك دور على طريقة، يعني اكيد في طريقة، دور على طريقة. ف وربنا معاكم.